رانا ما قدرناش نتاهلوا في نسختين متتاليتين. دونك دوكا ما راناش مرشح رقم واحد، الحمد لله رانا في مجموعه متوازنه احسن. الضغط ماهوش راح يكون علينا، ما الانظار راح تكون على منتخبات اخرى، وهذا شيء مليح لنا. قال بعد التاهل من الدور الاول راح نجيريو لقاء. هذا اللقاء كل شيء ممكن، لان مراد دوك نقولوها بكل صراحه. الكان هذه وين راح تلعب؟ راح تلعب في المغرب اللي احنا كنا نعرفوا كيفاش تحصل على استضافه هذا الكان اللي كانت منطقيا وقانونيه للجزائر. احنا عندنا ملاعب جاهزه بنسبه 100% جاهزه على الواقع. مازال ما راهيش جاهزه. هما نعطيك معلومه. اللقاءات اللي راح تكون في الرباط تاع المنتخب الوطني، الملعب راهو في حومه في حي سكني، وراهو شونطي مازال الحدايد، راهم غير الحدايد برك. صح. و5 ديسمبر راهو على الابواب. دونك فور بوسيبل يكون جاهز هذا الملعب هذا. ومع هذا الكاف مدت الاستضافه للمغرب. حنا دوك متخوفين من حاجه مراد، كل شيء ممكن. انت الرئيس اللي يحلل بين قوسين المنتخبات باش يجوا يقابلوا المنتخب الجزائري في المغرب ويخلص لهم كل التكاليف والطائره وكل شيء، هنا راح نلعبوا في هذا البلد ربي يسر. مسألة المغرب زيادة على التذكير بأنه أول من اعتدى، ونحن دائما نتعامل بمنطق ردة الفعل وليس الفعل كما يقول الرئيس تبون، يشير إلى العقلية التوسعية، هذه كلها معروفة. منعنا الطيران المغربي عن أجوائنا لتنفيذ مناورات مشتركة مع الكيان الصهيوني بقرب مجالنا الجوي، وهذا ينافي حسن الجوار. يعني أكثر من الوزير الصهيوني الذي أتى وهدد، هنالك مناورات مشتركة على الحدود تم منعها، تحرش مباشر، وأيضا يقول أو يفتح نافذة حين يقول علينا وضع حد لهذه الوضعية يوما ما. الشعب المغربي شعب شقيق ويستحق الأحسن. ما رأيك في هذا الخطاب؟ والله يعني قلت لك أنا الخطاب الرئيس عموما في يعني ردوده عموما هي رسائل أن الجزائر ماهيش معادية لأحد، ماهيش في حالة صدام مع أحد، ولا تبحث عن أن تتوسع أو أن كذا إلى آخره. مع المغرب مع السرد للوقائع، وقائع فرض الفيزا، وقائع يعني إلقاء القبض على الجزائريين في حرب الرمال، في كذا، كل هذه الأحداث الجزائر في موضع رد الفعل وفي موضع الدفاع. لكن أخطر شيء حدث هو الاتيان بالكيان الصهيوني على حدودنا. هذا هو الأخطر صحيح. يعني احنا كنا ما كناش دولة مواجهة كما يقولوا في المفردات السياسية. نعم. لكن اليوم أصبحت أنت لا ثم يعني القضية ما حبستش هنا في قضية الطيران. قضية أنك يعني يا صهاينة من أصول مغربية تروح تدير لهم لي باسبور تاع المغرب وكذا ويوليو يدخلوا وكذا. يعني فعلا المغرب تجاوز حتى الأفعال السابقة اللي بيناتنا إلى الإتيان بعدو الشعبين المغربي والجزائري. صحيح. لما الآن يولي الصهيوني يدخل لك بالباسبور المغربي للجزائر وباسم عربي والاستوادري، هذه تولي مشكلة كبيرة، وخلات الجزائر دائما تلجأ إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفظية أو الحمائية إذا صح التعبير، وقائية في نهاية المطاف. وبعث الرئيس رسالة لما يجب أن يكون عليه الأمر، وهو أن الشعبين المغربي والشعب الجزائري شعبين شقيقين، وأن العلاقات لابد أن تكون علاقات حسن جوار وعلاقات تعاون وتكامل، وليست علاقات تدافع وتنافي. وفي هذه يعني الرسالة يعني ذكر الشعب المغربي بهذه الصفات الشقيق والآخ إلى غير ذلك، تخلي أن الرئيس حدد رأس المشكلة في نظام المخزن وليس في مشكلتنا مع المغرب. الحالة المرضية بالمغرب باعتراف تبون اليوم بطبيعة الحال هذا هو الموضوع الأساسي، لأن الرئيس المعين عبد المجيد تبون في حوار
مهزلة ومسخرة مع جريدة لوبينيون الفرنسية في سلسلة من الفضائح سنتناولها بالتحليل بطبيعة الحال، بالإضافة إلى ما سميته أنا التطبيع الحلال، لأنه قضية التطبيع تعرفوا روايات النظام الجزائري نظام ظالمة أو مظلومة منذ السبعينات، هذا الشعار مع فلسطين ظالمة أو مظلومة لسنوات، روايات المؤامرة الصهيونية الإسرائيلية من المخزن وغير ذلك، وتطبيع المغرب مع إسرائيل. راح نتناولوا القضية هذه بطبيعة الحال في رغم أنه الظرفية يعني تعرفوا أنه ربما مع المسألة هذه مع السياق الفرنسي مع قضية هذه المؤثرين تابعين للنظام الجزائري، يعني الوقت ربما كان يعني ضيق نوعا ما في الفترة الأخيرة، لكن حوار تبون المسخرة هذا لابد من العودة، كان لابد من العودة إليه. أطلب منكم في البداية كالعادة أنكم تتفاعلوا بالإعجاب، تشاركوا البث يعني بكل الطرق، تركوا تعليقاتكم وغير ذلك، لأنه يعني موجة من التبليغات لدرجة أنه هناك حملة من التبليغات على الفيديوهات القديمة في القناة هذه. يعني أطلب منكم أنكم تتفاعلوا قدر الإمكان. بطبيعة الحال قلت لكم أنه اليوم موضوعنا هو هذا الحوار الذي جاء في هذا السياق، في هذه قضية المؤثرين اللي كنت أنا فجرتها في نهاية سنة 2024 بداية من 31 ديسمبر، والتي كانت في إطار الأزمة الدبلوماسية يعني بين فرنسا والجزائر. وأنا كنت نقول منذ أكثر من شهر الآن أنه ما وراء، حتى في الإعلام الفرنسي، أنه الأزمة هذه ما وراءها بطبيعة الحال هو اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء. وكنت دائما أكرر هذا، أن العودة إلى هذه الحملة اللي أطلقها النظام الجزائري لابد أنه يكون يعني بهذا الاتجاه، يعني إذا كان الإنسان يريد فهم ما يحدث. لكن قبل ما نطرق إلى قضية التطبيع وبعدها قضية يعني اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء وما قاله تبون حول هذين الموضوعين، كانت قضية يعني تصريح تعرفوا يعني أنا قلت لهم لما سئلت في إحدى القنوات الإذاعية الفرنسية أنه تبون والنظام الجزائري عندهم عالم موازي، موند باغاليل، البعض يقول لك العالم الآخر على كل حال. لكن مصطلح قضية العالم الموازي هي في تصريح من تبون البارحة. ماذا قال عبد المجيد تبون؟ نسمعوا، نقرأ لكم فقط جزء يعني بسيط من حواره. يقول لك il y a peu d'entrées illégales، يقول لك بأنه حالات الهجرة غير الشرعية من جزائريين إلى فرنسا يقول لك قليلة جدا. La plupart de mes compatriotes arrivent en France avec des visas. قال لك باللي أغلبية الجزائريين يصلون إلى فرنسا بتأشيرة pour étudier للدراسة، pour exercer comme médecin للعمل كأطباء، كمحامين وكمهندسين، دون أن يطرح هذا أي إشكال. واحد يقول لك حتى تولي تشك، تولي تنفي الواقع اللي أصلا نعيشه. يعني أنا مقيم في فرنسا ونعرف جيدا الواقع وعدد المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا من جنسية جزائرية، وزيد يقول لك كلهم أطباء مهندسين. معناتها أنا قلت لهم زازو يوسف طبيب مختص، طبيب جراح، عماد تانتا هذاك المعتقل في غرونوبل محامي مرموق، عمهم بوعلام بطبيعة الحال مهندس. يعني العالم موازي خلقه النظام الجزائري وين فيه يعني أمور لا يصدقها عاقل. المنطق الواقع اللي نعيشه ينافي ما يقوله هذا الشخص اللي وكأنه يعيش في عالم آخر. وأنا قلتها وقت صراحة لا أجد عبارة أكثر أبلغ من هذه عبارة العالم الآخر صراحة. من غير الطبيعي يعني تدفق آلاف يعني الآن شهريا الشباب عبر إسبانيا ثم يدخلوا لفرنسا، مهاجرين غير الشرعيين، قوارب الهجرة غير الشرعية بالمئات أسبوعيا أقول،
أسبوعيا في فصل الشتاء، يعني وين الهجرة غير الشرعية يعني فيها مغامرة ومخاطرة كبيرة. يجيك الرئيس المعين تبون يقول لك لا، يقول لك ما كانش، يقول لك زازو يوسف طبيب، سبحان الله، طبيب جراح، هذاك قشيح ولا قشيحه ولا ما على باليش مختص في الفيزياء النوويه. يعني المنطق هذا تاع النظام الجزائري، يعني النشرة الثامنة هذه، العالم الآخر اللي خلقينه صراحة. واليوم المشكل أنه العالم الحقيقي، يعني لما نتكلموا على فرنسا ودول أخرى، صاروا يعني يواجهون هذه الحقيقة. من بين الأمور أيضا، قبل ما نمر إلى أمور أخرى، لأنه وهنا ربما الإشكالية الفرنسية، وأنا ما أريد يعني وما أحاول الآن شرحه، لأن هناك إشكالية في فرنسا لفرض منطق قوة مع النظام الجزائري. لماذا؟ أين يتجلى هذا؟ يتجلى هذا في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. لما سئل تبون على 306 مواطن جزائري مقيم بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة الأمريكية، تريد الإدارة الأمريكية ترحيلهم، تبون بخضوع وخنوع وانبطاح يقول لك سنستقبلهم دون أي شروط. شفت الإدارة الأمريكية، وهذا هو الفرق اللي صراحة مع الساسة الفرنسيين ربما